بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ مع بعض دورة موديلنج هارد سيرفيس اللي البرودكت اللي قدامنا ده وده دي جي ميكسر من بايونير. ده لسه جديد تقريبا. هنتعلم فيه ازاي نعمل موديلنج لحاجة زي كده بالتفصيل. هندخل على الموقع الرسمي، وبندخل على الموقع الرسمي ليه؟ لان احنا بننزل صور كاملة زي ما احنا شايفين كده بجودة عالية. هننزل الصورة دي معانا عشان تبقى ريفرنس لينا، نشوف الأماكن الحاجة ازاي بالظبط عشان نعمل لها إعادة موديلنج. هو عطلنا احنا حتى التوب فيو علشان برضو نشتغل عليها وازاي الأماكن بتاعتنا يعني نظبطها زي ما انتوا شايفين. فاحنا هننزل الصورة دي، كل اللي احنا محتاجينه اللي احنا ننزل الصورة دي والصورة دي، تمام، عشان نشتغل عليهم. من خصائص برضو اللي انا ما بدورش مثلا على جوجل، عم اجي ادور على الصور عشان تبقى ريفرنس معايا لما حد يطلب مني مثلا اعادة نمذجة او كده. ده بسبب اللي انا محتاج اصلا المواصفات اللي بتبقى موجودة عندي هنا على المواقع الرسمي او مواقع بقى رسمية يعني للمنتج، عشان لو انت بتخطط تعمل حاجة تانية يعني. المواصفات او اللي بتحمل دي بتدينا هنا المقاسات بتاعتنا اللي هندخلها معانا في البرنامج على بليتر، تمام. فاحنا عشان دخلنا على الموقع الرسمي عشان نجيب المقاسات بتاعتنا بالظبط. عندنا الوايدز والهايت والدبس، تمام. نبدأ ندخل اول حاجة ننزل الصورتين اللي احنا قلناهم. بعد كده نبدأ ندخل ده عندنا على برنامج بلندر. نبدأ مشهد جديد خالص، نضغط نمسح كله. نشغل بس السكرين كاست علشان تشوفوا انا بضغط على وانا شغال كل اختصاراته، تمام. اول حاجة هنضيف كيوب دوت. هندخل المقاسات معانا اللي موجودة على الموقع. الايتم ندخل المقاسات معانا اللي موجودة على الموقع هنا. ونلاحظ ان احنا ما هندخلها، لو احنا جينا نشوف هنا تلاقي المقاسات معانا بالمليمتر. فنعمل هنا كوبي باست. الويدز هنا هندخله على الواي، تمام. كنترول سي، ونضغط على الواي ونضغط كنترول في، ويبقى المقاس بتاعنا اللي هو الواي اللي هو الوايد اللي هو هنا. الاكس طبعا ممكن اكتب عادي، مش لازم اعمل كوبي باست. يعني مثلا الاكس عندنا اللي هو الدبس العمق يعني اللي هو 345.7 ملي. نعمل هنا اللي هو الدبس 345.7. طبعا لازم اكتب ملي او 2 جنب بعض عشان يدخلوا المقاس معانا بالملي. نشوف الزد معانا كام. زد اللي هو الهايت 68.7 مليمتر. 68.7. طبعا لو ضغطت انتر على طول زي ما انتوا شايفين بيدخلوا لي بالمتر، وده طبعا مش عاوزين كده، احنا عاوزين 68.7 مليمتر، تمام. فزي ما انتوا شايفين الجهاز عندنا هنا بان معانا. في حاجة تانية بس عاوزين نظبطها. احنا اول ما دخلنا المقاسات الجديدة عشان هي بالملي فتتحس ان هي صغيرة بالنسبة للمربعات. طبعا احنا ممكن نشتغل كده عادي، مفيش اي مشكلة. لكن انا بفضل ان انا اظبط السكيل. ليه اظبط السكيل؟ لان انا لو جيت اضيف بعدين اي مجسم هيشتغل على السكيل المتر، فانا هبدأ المجسمات كلها هتجيلي كبيرة وهبدأ اصغرها. فانا بفضل ان احنا نظبط بس السكيل بتاعنا نخليه 0.1. هيظبط معاك الارضية زي ما انت شايف كده، تمام. وهيبان معاك اللي هو يعني مكانه مظبوط يعني.
تاني حاجة عاوزين نعملها اللي احنا ندخل الصور بتاعتنا ونظبطها عندنا. هندخل هنا، هنفتح بس هنا علامة جديدة أو صفحة جديدة هنا معانا، تبقى موجودة معانا. ما بتفتحش دي. تمام. ونجيب هنا الايمج اديتور، ايمج اديتور عشان ندخل معانا الصورة الريفرنس اللي احنا نشتغل عليها، نبص عليها مثلا احنا شغالين صح. تمام بالظبط كده يعني. نفتح ايمج، نعمل اوبن، نفتح الصور بتاعتنا من وليكن من هنا مثلا. انا نزلتهم فين؟ تمام. هنا الصور اللي انا منزلها، طبعا الريفرنس طبعا هيتبان معاك، يعني لو ضغطت على هنا هتبان معاك. دول الصورتين اللي احنا منزلهم من الموقع. هنضيف هنا الريفرنس او الفيو ده، تمام، عشان يبان معانا احنا هندخل او هنشتغل ازاي. فهنضيف معانا هنا الصورة بتاعتنا، نسيبها زي ما انتوا شايفين كده. تمام. تاني حاجة احنا عاوزين نضيف التوب فيو علشان نظبط اماكن دي بالظبط زي المجسم الحقيقي بتاعه. نعمل شيفت image reference، ندخل برضو على الصور بتاعتنا ونجيب التوب فيو. طبعا الصورتين دول موجودين على الموقع، وهسيب لكم اللينك برضو بتاع الموقع علشان لو انت عاوز تشتغل نفس الشغل معايا يعني. نعمل لود. طبعا زي ما انتوا شايفين الصورة حجمها كبير، واحنا بنضيف طبعا، وانت بتضيف في حاجة اسمها align to view. تعال نجيبها تاني. reference، في حاجة اسمها align to view. فalign to view ده اصلا بيجيبها لك بالظبط زي كأنك انت من وجهة النظر اللي انت شايفها، فبتدخل مباشرة قدامك كده. طيب احنا مش عاوزينها كده، احنا عاوزينها تبقى بالظبط عشان نعمل لها تبقى مظبوطة هنا. فيا اما انت اصلا قبل ما تدخل الصورة بتشتغل على التوب فيو اللي هو نمرة 7، تشتغل على التوب فيو. تعال بس نقفل دي. تشتغل على التوب فيو، انت اول ما تدخل الصورة هتدخل معاك مظبوط، او تعمل Alt R دي بتعمل الصورة زي ما انت شايفينها كده، بتعمل clear rotation. تمام. عاوزين نظبط برضو هتبقى صح. انا ممكن اعمل الصورة اللي هي R وزد 90 وابدأ اصغرها على كده، بس انا هعمل كنترول زد واغير بس المجسم بتاعنا علشان شغلنا يبقى مظبوط كده يعني، تبقى قدامنا، يبقى العمق قدامنا. فهنعمل R للمكعب ذات نفسه او كيوب بتاعنا R زد 90. ممكن بس ماينس، مش هتفرق. تمام. نبدأ نظبط الصورة بتاعتنا على المجسم. نعمل سكيل. طبعا احنا كده معدناش شايفينها، فهنعمل يا اما تضغط على الاكس راي من هنا اللي هي Alt Z. تمام، Alt Z عشان تشوف المجسم معاك من هنا وتظبط على الصورة. وشيفت Z دي بتفعل معاك الاتنين، الواي فريم والاكس راي، بس خلينا في الالت زد دلوقتي. نبدأ بقى نظبط الصورة. تمام، إلى حد ما كده الاكس معانا مظبوط. نكبر العمق بتاعنا شوية او الواي شوية. يعني بتظبط الصورة بالظبط على قد ايه شغلنا يعني اللي احنا نشتغل عليه. تمام، إلى حد ما كده مظبوطة يعني، إلى حد ما كده مظبوطة. تمام. نظبطها شوية، نظبط المقاسات بالظبط معاها. تمام. تاني حاجة عاوزين نعملها في تظبيط المشهد بتاعنا، غير أنا مش عاوز احرك تمام الصورة دي معايا بعد كده. فالصورة دي عشان ما احركهاش معايا تاني، فاحنا بنفتح من هنا من الفلتر السلكشن
وبعدين بنقفلها معانا، بنقفل السلكشن ليه؟ عشان ما عدتش وانا مثلا بعمل موديلنج ما اختارهاش بالغلط واحركها، يعني تفضل ثابته في مكاننا بعد ما نظبطها زي ما احنا عاوزين. تفتح لو انت عايز تحركها تشيلها بعد كده، ممكن تفتح من هنا عادي السلكشن بتاعها، مش مشكله يعني. تاني حاجه عاوز اظبطها، فهي كده كده البتاع بتبقى ظاهره معايا في معظم الفيو زي ما انت شايف كده. احنا عاوزين نقفلها من الفيو، يعني عاوزين نخليها بس باينه معانا في التوب فيو، ما تبقاش باينه معانا في اي فيو. فهتيجي هنا هتدخل على الاوبجكت داتا، بعد كده هتقفلها شو ان برسبكتيف، تمام، عشان متبقاش ظاهره معانا في كل الفيو، متبقاش ظاهره معانا الا في التوب فيو بس، او السيجرافيك زي ما هو قال لك هنا كده بالظبط. احنا كده ظبطنا المشهد بتاعنا. نبدأ في الدرس الجاي ان شاء الله نكمل الموديلنج بتاعنا.